الخير. هي ابنة شيخ أزهري مصرية الجنسية، جدتها سورية، زوجها لبناني، وأولادها سعوديين. هي التي توقعت أحداث 11 سبتمبر بأمريكا. هي التي توقعت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. هي التي توقعت زلزال تركيا الأخير. هي التي توقعت كارثة الغواصة تايتن. بتحب تسمي حالها سيدة الإلهام. رحبوا معي بسيدة التوقعات ست ليلى عبد اللطيف. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. أهلا. نورتينا ببرنامج القرار. تسلمي، الله يخليكي. شكرا حبيبة قلبي. ما بعرف ليش الواحد أول ما يشوفك ضل تطلع على وجهك بحسك شفتي إشي. لسه لما تصفني بخاف أنا. أهلا وسهلا فيكي ست ليلى. الله يخليكي. شكرا. مبسوطين جدا بوجودك معنا اليوم. تسلمي. شكرا. يعني بتقولي إنه إجاك الإلهام على سن 12 سنة. نعم. ما كنت بتعرفي شو يعني إلهام أصلاً. كان عندك الخيار يا إنك ترفضيه وتتجاهلي الموضوع تماماً. نعم. يا إنه بتقولي أنا بدي ألحقه وأحكي للناس أنا شو بحس. مزبوط؟ صحيح. أنت شو قلتي؟ شو اخترتي؟ هو إنه لا، صرت أقول والله عم بقول هالشيء إنه وقف زبط. يعني ما كنت أعرف إنه زبط اللي أنا قلته إلا لأختي إنه زبط. عرفتي؟ أوكي. للجيران، لأولاد الجيران، إنه هيك يعني للناس اللي حواليك تسلاية لاقي حالي إنه عم بقول لهم شيء عم بيصير. هيدي هي. فقلتي لازم ألحق إلهامي. إيه. هلا هالإلهام بفترة زواجي لما سافرت على الخليج. نعم. طبعا وقفته، انتبهت له، حملت. شو يعني وقفته؟ كيف تقدري توقفي لا إلهامك؟ مش وقفته، يعني قصدي ضليتي بس بطلتي تصدري للناس. إيه خلص يعني إنه بيني وبين حالي صار. يعني لأصحابي، القرايبين اللي حول مني، بس اللي حول منك. صح. طب ست ليلى عندي سؤال. أنت لما تعطي الناس من خلال إلهامك إجابات جاهزة معلبة لأشياء أنت بتعرفيها إحنا ما بنعرفها. نعم. أنت شو بتحسي؟ وخاصة لما يزبط الإلهام، بتحسي بنوع من العظمة مثلا؟ بتحسي بنوع من التميز؟ بتحسي حالك بلست؟ لا شو بتحسي؟ هو أنا لأني مؤمنة بقول سبحان الله رب العالمين أثبت الرؤية. رب العالمين أثبت الرؤية اللي أنا شفتها. الرؤية. بس أوكي. ما هو ربنا يا يثبت هذه الرؤية يا يبطلها أم لا. قلت سبحان الله إنه ثبتت هذه الرؤية. بس إذا كانت مثلا شفت شيء مش منيح وصار بتضايق، لكن إذا شيء حلو وصار بقول الحمد لله إنه زبطت رؤيتي. الحمد لله زبطت رؤيتي. طيب ندمانة إنه أنت اليوم تتوقعي ولا هو هذا أحلى إشي صار بحياتك؟ لا مش ندمانة، لأنه هيدا الباب فوتني بواب مهمة وحقيقة تعرفت على ناس، يعني دخلتي بيوت قادة وسياسيين يعني إيه، فوتني من بواب حلوة ما كنت بتخيل إني أدخلها. إنك تدخليها. صحيح. طيب سؤال ست ليلى، لو أنت اليوم مش ليلى عبد اللطيف. نعم. أنت امرأة عادية ما إجاكي هالإلهام أو ما صدقتي وما مشيتي وراه. نعم. حسب توقعاتك بتكوني هلأ سيدة مثلا عندك معاناة نفسية من المرحلة اللي عشتي فيها بطفولتك، سيدة عندها معاناة مادية، شو بتتخيلي وضعك يكون؟ هو لأنه أنا بحب الناس، بحب أكون قريبة من الناس. أنا كل عمري أحلم، لأنه بعمل أكل طيب. أحلم إنه يكون عندي مطعم صغير. أعمل أكل يجوا الناس لعندي يشوفون ويشوفوني. نعم. أو إني كنت أشتغل، يمكن أشتغل بأوتيل لأشوف الناس. أنا من النوع اللي بحب الناس. بتحب الناس جدا. يعني ما بحب أكون لوحدي. نعم. بحب الاجتماعية كثير أنا، وبحب أكون قريبة من الناس. بس أكثر شيء يمكن كنت فتحت مطعم صغير وكنت نجحت وكنت بعتقد هيك كنت عملت. تستكتري على حالك الوضع اللي انت فيه اليوم؟ مرات بتقول يا الله كتير هيك. مرات بيجي لأبكي. بيجي لتبكي. أي مرات بيجي لأبكي، بقول خلص لا نفسي روح على حرش صنوبر وامشي فيه هيك، امشي ما اشوف حدا، ما اسمع حدا، طفي تليفوني. كتير. قد ايه بتشكري ربك باليوم؟ كتير. أكتر شيء الصبح لما بقوم بشكر ربي وبقول له يا رب شكرا انك اعطيتني يوم جديد وعمر جديد. لا اوقف حد اولادي. الله يخلي لك اولادك. زينة وفهد بنوجه لهم تحيه كثير كبيره. وزوجك مارك اكيد كمان بوجه له تحيه كبيره. طيب
احنا بدنا ناخذ قرارات. نعم. عقلة اللبنانية الليلة جاهزين لناخذ القرار. أكيد. رح نبدأ أنا وياكي بالقرارات السهلة. أوكي؟ قرارات كله سهلة. سهل. يعني على الله. على الله تكون الأشياء كلها سهلة. تكون الأسئلة سهلة. طيب جاهزة تاخدي قرارات؟ أكيد. يلا. احنا اوريدي الاستوديو اضاءته زرقاء، بنبلش بالمرحلة الزرقاء بلو زون مع الست ليلى عبد اللطيف. السؤال الأول بيقول. نعم. السؤال الأول. اللهم اجعله خير يا رب. اللهم اجعله خير يا رب. ست ليلى، مين أوفى معك؟ الفنانين اللي بتتوقعي لهم أم السياسيين اللي بتتوقعي لهم؟ لا طبعا السياسيين. السياسيين طبعا. نعم. أوفى من أي ناحية؟ من ناحية الدفع المادي ولا من ناحية إنه بيسألوا عنك حتى لو ما بدهم منك مصلحة؟ بيسألوا عني حتى لو ما بدهم مني مصلحة. قبل ما ننتقل للسؤال الثاني، لما نحكي سياسيين يعني إحنا عم نحكي عن اللعب مع الكبار. اتهموكي بكذا موقع بإنه أنت قد تكوني شريكة في الخراب. ليه؟ أنت لما تأثري على ودي تيجي لما تأثري على قرار سياسي مثلا. نعم. شخص سياسي بوثق فيكي وبإلهامك. نعم. تأثري على قرار ميجر له علاقة بدولة. ويكون إلهامك غير صائب. أو توجهك غير صائب. ممكن تساهمي بإنه أنت يعني تأثري على شعب بأكمله. ما بتخافي من اللعب مع السياسيين؟ لا، هو مش قصة اللعب زي ما حضرتك عم تقولي، لأنه لما تشوفي رؤية وتقوليها بكل جرأة. نعم. إنه بده يصير بهالبلد لنفرض مظاهرات أو رئيس بده يفل أو يعني أنا شايفتها الرؤية. هو إمتى أنا ممكن إني أثر أو إن أذى؟ لما ما يصير التوقع. ما هو هاي فكرة، لما ما يصير. عم بيصير. كل المظاهرات البلاد اللي توقعت لها صارت. كلها صارت. ما عم طلبوكي للتحقيق لأنه إشي ما صار؟ لا ولا مرة الحمد لله صارت. ولا مرة. ولا مرة. حلوة هاي الثقة بالنفس. بس مرة واحدة قلت الله يرحمه كنت بحبه كتير. انطلبت لما عبر شاشة، لأنه بدي أقول أشياء موثقة مش عم بحكي أنا أكيد كله دوكيومنتد. عبر شاشة ال LBC. نعم. حطوا لي صورة للعميد وسام الحسن. نعم. فأنا قلت لهم إنه أنا خايفة عليه. وخايفة عليه. خايفة عليه بس. أوكي. يومين 3 بعت وراي على التحقيق. بعت وراكي على التحقيق؟ أي أكيد. أوكي. فقلت له والله أنا هيدي رؤية إنه خايفة عليك. قال لي مين نحن بيسترجي يدق فينا؟ هيدي الكلمة قالها. الله يرحمه توفى شهيد. السؤال الثاني، الإعلام اللبناني اللي له فضل عليكي وعلى شهرتك، يعني اللي لمعك إعلاميا خلينا نقول، أو اللي طلعتي معه بمقابلات كانت مقابلات يعني منصفة بحقك، ريمان جيم أو نيشان؟ ريمان جيم. أوف. حلو. 6 سنين على صوت الغد معها. 6 سنين. نعم. بتعرفي ليه قلت أوف؟ لأنه أنت علاقتك بنيشان بعرف قديش، يعني أنا وياكي هلا بالكواليس ذكرناه من 2009 من 2006 7 هيك شيء أنا ونيشان. نعم. ممكن يزعل هلا منك نيشان على التصريح؟ لا أكيد لا. من توقع غرق الغواصة تايتن، أنت أو ميشيل حايك؟ والله أنا ما بعرف إذا ميشيل حايك توقع، لكن أنا توقعتها قبل فترة، يعني قبل فترة في هن توقعين كانوا عن الغواصة. نعم. توقعت بقناة الضفرة مع الإعلاميين اللي عملت معهم حلقة راس السنة ومع كانت فيفي عبده. نعم. توقعت عن الغواصة زي ما هي. وتوقعت كمان بحلقة كمان عن الغواصة مع الإعلامي رجب وصارت. بس خلينا نحضر نشوف. هو يمكن توقع بطريقة وأنا بطريقة. خلينا نشوف أنا وياك. يلا. يلي رح يشوفوا هو غواصة مش شي تاني، وشايفها بوضعية خطيرة، مش مشوار ولا استطلاع. أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف. من توقع غرق الغواصة تايتن، أنت أم ميشيل حايك؟ هلا أنا اللي توقعتها لأنه نعم. مثل ما عم نسمع عم بيقول هو لا استطلاع ولا مشوار. نعم. هي كانت باستطلاع سفينة تايتانيك وكانت مشوار أكيد. نعم.
يعني ميشيل حايك لم يصدق في توقعه. ما أنا ما عم بقول لم يصدق، هو توقع غواصة بس على طريقته. وأنا توقعت على طريقتي. بصراحة من المتوقع الأول والأصدق في العالم العربي؟ أنت أم ميشيل حايك؟ أنا قبلانة 85 و80% يا ستي من توقعاتي إنها تصيب. نعم. الناس هي بتحكم ست نادية مش أنا. صح. طب مين عنده عقدة الثاني؟ ليلى عبد اللطيف عندها عقدة ميشيل حايك ولا ميشيل حايك عندهم عقدتي؟ كلهم عندهم عقدتي. حتى ميشيل كلهم عندهم عقدتي. أنا هيك بحس. أنا عم بقول لك صراحة. يعني أنت ما عندك عقدة حدا؟ كلهم أنا ما عندي عقدة حدا. نعم. نهائي. يعني بالعكس أنا بحترم الكل. نعم. وبحب الكل. هن عندهم عقد. نعم. شو التوقعات اللي بتتعمدي تزيديها لأنها بتضرب؟ هلأ إحنا في عالم الترند. التوقعات السلبية أم الإيجابية؟ لا، هي التوقعات أنا مش أنا رح أقول لك شغلة. كل التوقعات الإيجابية اللي أنا عم بحطها العالم شو عم تقول؟ بيركزوا على السلبي. بيركزوا على السلبيات اللي هي المصايب بالعالم اللي بدها تصير. نعم. هن اللي بيشوفوها. تزعلي لما على السوشيال ميديا يكتبوا عنك مثلا البومة، الغراب؟ يكتبوا مليون بومة، ما بتفرق معي ولا بيهمني. ما بتقري الكومنت؟ لا ما بقرا شيء. حياتي ما قريت كومنت. بحياتك ما قريت أبدا ولا بيهمني. السؤال الخامس بيقول: ما هي أسوأ صفة قيلت عن ليلى عبد اللطيف؟ إنك كاهنة ماسونية أو إنك عميلة مخابرات؟ الاثنين قالوها. الاثنين. أنت شو اللي أثرت فيكي أكتر؟ وأسوأ صفة أثرت فيكي؟ لا طبعا أنا بعيدة عن الماسونية أكيد. نعم. ما خصني أبدا. نعم. هي أثرت أنه أنا اللي مش مزبوط لما قالوا أنه مخابرات. مين اللي حذرتيه من الموت وندمتي على ذلك؟ رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الله يرحمه أو الصحافي اللبناني جبران تويني الله يرحمه؟ حذرت اثنين. نعم. مين ندمتي لأنك حذرتي من الموت؟ ندمتي هيك؟ الشهيد رفيق الحريري. طبعا. ننتقل هلا للسؤال السابع ست ليلى. نعم. شوفي هالسؤال: شو أغلى هدية تلقيتيها مقابل توقعاتك وكان قرار قبولها سهل كتير عليكي؟ حوالي مصرفية تفوق $500,000 أو ساعة ألماس ليميتد إديشن؟ الاثنين. شغليني معك انت. الاثنين. شغليني ست ليلى. لا أنا صريحة. سهل الأمور. الهدايا سهل الأمور. إيه ليه مش لابسة الساعة اليوم طيب؟ لا مش لابسة. تخيلت مع الطقم الأخضر تكوني لابسيها. طيب $500,000 هدية، شو ممكن يكون حجم التوقع؟ لا حدا يبعث لك $500,000. انت عم تقولي هدية. هذا هيك هدية. بدون هذا ما له علاقة بالشغل. وممكن أقل. ليش 6 مليون؟ أقل بدون مناسبة. بدون مناسبة. نعم. بتلاقي حوالي وصلت لك على هلا بطل في بنوك هلا بهالزمن الأغبر اللي احنا عايشين فيه. في حدا بيهدي الثاني والظروف الاقتصادية كثير صعبة. لا أنا عم بقول لك سنوات. أنا رح أقول لك تقريبا. نعم. تقريبا يعني من 25 سنة. من 25 سنة. بس حتى الهدية ست ليلى إلها سبب، في من وراها غرض. ليه شخص ممكن يهديكي هالمبلغ الضخم؟ مقابل شو؟ محبة هيك لله في لله؟ لا مش مقابل. أم فهد عندك بيت؟ قلت له لا ما عندي بيت بعد. قال لي طب خلاص سكري. خلاص يعني مصري. على قطك. خلاص مصري. سكرت. وبعد فترة لقيت في حوالي حق البيت. السؤال رقم 8: مين الفنانة اللي بتتصل فيكي بشكل دائم وبتسأل عن التوقعات الجديدة؟ يسرى أم أحلام؟ لا هم مش دايما بيتصلوا. هم نحن أصحاب. نعم. نحن خلينا نقول حبة. نحن أصحاب. طب مين بيدفع أكتر، يسرى ولا أحلام؟ والله إذا بقول لك ما بتصدقي، أنا أحلام بحبها كشخصة كإنسانة ما في شك. دايما بتقول لي أم فهد عايزك شيء، وهي على تواصل مع ابني فهد. نعم. على طول بحبه لفهد وبتحب أولادي. فأي شيء أنا بعرف إنه الفنانة أحلام أي شيء أنا عزته وقلت لها هي ما حتوفر، لكن هي دايما تسأل عنا بمحبة وعايزك شيء بدك شيء أم فهد بقول لها سلامتك. نعم. لأنه نحن أصحاب. يعني أنت فضلتي أحلام على يسرى؟ لا
وحتى يسرى أنا نحن أصحاب. يسرى بالعكس، والنبي ليلى تقولي لي حاجة حلوة، والنبي يعني تقولي لي حاجة حلوة. أيوة. بس بدنا نختار ست ليلى، يسرى أم أحلام؟ هيك قانون البرنامج، أعطيني قرار. يسرى أم أحلام؟ اثنين ما فينا. مين بيسأل عنك أكتر؟ يسرى بتسأل أكتر من أحلام. خلص وصلتنا. طيب أسهل قرار ممكن تاخديه بهاللحظة ست ليلى عبد اللطيف، تقولي لي توقع إلي ولا تقولي لي توقع إلك؟ توقع إلي طبعا. تخيلت تقول لي أنا. طب يلا تفضلي. توقع على إلك أشوف. يلا أنت بعدين يا باشا. أنا بعدين يا باشا. خلاص أوكي قولي لي. أنا عم بحس إنه كل ما بكبر أنا رح أقول لك يعني في شيخ مهم جدا، فهو أعطاني توقع، وهذا التوقع أنا عملت الحسابات تبعوني. لقيت إنه معه حق 100%، إنه أنا كل ما بكبر كل ما بيقوى إلهامي أكتر، كل ما بيقوى هالحدس أكتر، ورح يجي يوم بطل إنه أنا يعني أخذ الأسماء وأعمل حساباتي. هيجي يوم وقف هيدا، هيجي يوم إنه بس شوف الشخص قل له كل شيء، أو مجرد ما يقول لي اسمه اسم أمه مثلا بقدر أن أعرف كل شيء. صحيح. طيب ما بتخافي؟ وبقوى أكتر. أنا بيجي وقت ممكن أتوقع من هون ل50 سنة شو بده يصير. إذا بتوعي يوم ما في إلهام تكون انتهيتي نهائياً، بتخافي يجي هذا اليوم عكس ما قلتيه الآن؟ ما فكرتي فيه؟ لا ما فكرت فيه. بس يعني أنا رح أقول لك عن نفسي، يعني أنا الحمد لله سعيد وصلت لهالعمر، بس أنا وين ما حطيتيني بيجي واقفة. يعني أنا مش حخاف على حالي. ما رح تخافي على حالك. ممكن تفبركي توقعات ما حسيتي فيها بس عشان تضلي موجودة بالحياة. لا على الساحة. لا ما فيك تفبركي توقعات، يعني تخترعيهم تنزلي. تنزلي. لا ما فيك. من خلال قراءتك يعني وخبرتك. حبيبي يا بدك تعطي توقعات تكون صادقة. نعم. أنا استمر. نعم. وأنا بدي أقول لك شغلة، لو أنا ما عم بعطي توقعات وفيها مصداقية، أنا ما كنت استمريت كل هالسنين وصلت لهون. طبعا أنا ما طلعت الدرج فرد مرة طلعة. لا بس قصدي ممكن بتصيري عمومية أكتر، بتبطلي سبيسيفيك، تصيري تحكي بعموميات، يمكن الموضوع بيكون يمكن أكثر أمانا. لا إذا أنا بدي أحكي بعموميات بما أنت عم تقولي وإنه هيك بتوقفي. لا ساعتها بوقف أكيد. ضلني محافظة على النجاح اللي عملته. هذا هو المطلوب. نعم. النجاح اللي عملتيه نجاح مضوي. شفتي أنا كيف هون بكسر وبجبر بكسر وبجبر. ما حيوقف إن شاء الله. ما حيوقف إن شاء الله. طيب ست ليلى عبد اللطيف، خلصنا هلأ من القرارات السهلة اللطيفة. هلأ داخلين أنا وياكي على القرارات المهمة. حلو؟ أورنج زون، حاضرة ولا مش حاضرة؟ أورنج. Are you ready؟ Yeah, I'm ready. أوكي. مشاهدينا الكرام فاصل صغير وراجعين مع سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. رجعنا من بعد البريك. زي ما عم بتشوفي هلا احنا بالمرحله الاورنج، تغيرت الوان الاستوديو وصار لون اورنج. هلا ست ليلى بدك تاخدي قرارات مهمه، مش رح ارحمك ولا تسبلي لي بعيونك ولا تضحكي لي الضحكه الحلوه من اول حلقه وانا حاببتها بس هلا ما بزبط. طيب السؤال الاول بيقول نعم، هل متابعه ليلى عبد اللطيف حرام ام حلال؟ متابعة بتسأل الناس. انت شو بتشوفي، حرام ام حلال؟ والله هو تقييمك. لا منه حرام، لانه الناس عم بتتابع الاشياء اللي السياسيين هن ما قادرين يعطوها. بيقولوا لك خلينا نسمع من ليلى احسن. انا انسانه عندي الهام لا اكثر ولا اقل. من تنطبق عليها صفه المنجمه، ماجي فرح ام ليلى عبد اللطيف؟ لا انا لست منجمه. المنجمون هم يعني انا قريتها بكذا موقع. المنجمون هم علماء الفلك، بيعرفوا بالنجوم وبيعرفوا بالفلك. أنا لست منجمة. أنا ما بآمن بالأبراج نهائي، لا بالأبراج ولا بالكف ولا بالتارو ولا بالفنجان. طب هيدي كلها حرام وخزعبلات، أنا ما بآمن فيها. لأقلك ليه؟ الأبراج صارت تجارة. لأنه لما بتقولي أنت برج الجدي والله هي سنته، وبرج الجدي رح يسافر ورح تجي رزقه ورح يعمل ورح يتزوج وراح 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 وراح. طيب أنا رح أسألك سؤال وجاوبيني بكل منطق وصراحة.
هل وقت الله يرحمهم شهداء عند ربهم، زلزال تركيا وسوريا اللي ماتوا كلهم من كل الأبراج، صح ولا لا؟ لما اجى الزلزال نعم. صح، كل الأبراج. طب اللي ناطر انه هاي سمته هاي كيف؟ رب العالمين أخذ أمانتهم قبل ما يصير التوقع لهم. يعني علم الفلك ما بتعتبريه علم؟ وين بأي جامعة؟ قليلة. دراسة النجوم ممكن تقولي لي بأي جامعة؟ يعني بتشتري كتاب وبتدرسي فيه؟ فيك تنوريني، أنا ما بعرف. هل تشتري كتاب تدرسي فيه للأبراج ولا كيف؟ طب هل أنت حضرتك بتعملي أبراج وأنا أبراج وهو أبراج وكذا، طب لما نحن بنعمل كتاب أنت كتابك شيء وهو كتابه شيء وهو كتابه كل وقت، مين بدي يصدق أنا؟ مزبوط، بس هم يعني علم الفلك بيعتمدوا ست ليلى بعلم الفلك على دراسة حركة الكواكب النجوم. نعم. هي بتأثر علينا إذا أنا بدي أتزوج أو بدي أطلق حسب الفترة اللي أنت مولودة فيها، أو أنا بدي أخذ الرزقة. نعم. الرزقة يا بنتي ربنا بيكتبها، والصحة ربنا بيكتبها، والعمر ربنا بيكتبه للإنسان. ممكن حتى التارو، حضرتك فيك تشتري التارو وتقري بالتارو شو مسجل، ما هو يا فرنسي يا عربي يا اسبانيولي التارو. نعم. تجيبي بتخلطي وبيطلع لك شو بتقريها. طب هاي كل يوم إذا أنت خلطتي تنفترض بالتارو وجبتيه فرشتيه، طيب يمكن ثاني يوم يطلع لك غير امبارح اللي أنت حطيتيه. يعني انت عم تحاولي توصلي يعني كل يوم تتغير حياتك. نعم. انت بتعرفي شو ست ليلى، انت عم بتحاولي توصلي يمكن للمشاهد انه انت بتلعبي بساحه مختلفه تماما وبترفضي انا طبعا انه اسمك يندرج ضمن الفلك، التارو، الكف، مع انه في فيك كتير على المواقع التواصل. ابراج ليلى عبد اللطيف. ما بعرف يا اخي، مين قالكم انا بفسر احلام؟ مين قالكم انا بعمل ابراج؟ نعم. انا ما بؤمن بالابراج، بؤمن بشغله وحده، كل انسان الله خلقه عنده حاسة السادسة أو عنده حدس معين. في ناس يمكن بالعالم ومخبيين أهم مني، عندهم الرؤية. أنت طالعة من هالباب يمكن تشوفي شخص برا يقول لك ست نادية أنت كذا كذا كذا، أنت حتنقذي تقولي كيف عرف؟ طب هيدا كيف عرف؟ أنا هيدا اللي عم بقوله. لكن تارو وكف وفنجان، ما هلأ فيك تيجي أنت وصاحبتك وتجيبي فنجانين وتخلطيهم وما تعرفي اللي عم بيشوفوا بالفنجان أي فنجانة. هل مستقبلك كله وحياتك مكتوبة بالباب؟ فنجان الباب؟ الشيء بيطلع من هون ما بيطلع من الفنجان. أنت لست منجمة، إذن ماجي فرح هي المنجمة بناء على السؤال اللي أنا أعطيتك. طيب. نعم. من هي الفنانة التي ترفضين التوقع لها؟ مايا دياب أم مي حريري؟ بدي اسم. مايا دياب. مايا دياب. بس هيك بدون سبب من باب للطاقة مايا دياب؟ ما بدي أحكي بالموضوع. السؤال اللي بعده بيقول شو الذكرى اللي بتتمني تمحيها من ماضيكي؟ دخولك إلى دار الأيتام الإسلامية أو تعرضك بمرحلة ما للتعنيف؟ دخولي لدار الأيتام. دخولك لدار الأيتام هيدي بمحيها، أكيد بمحيها بمحيها خالص، وبقول يا ريت ما خلقت كمان. أوف. أكيد بتقولي يا ريت ما خلقت. طبعا. وصلت فيكي لهون. دخولي لدار الأيتام. نعم. أسوأ شيء كان بدار الأيتام شو؟ تعني. صحيح. طيب السؤال اللي بعده، ما هو التوقع اللي قلتيه وما صار بس رح يصير؟ ما صار بس رح يصير على اللونج ران، يعني طلاق نانسي عجرم أم زواج نجوى كرم؟ لا، تزوجت نجوى. تزوجت بس أعلن الموضوع. من هي كل العالم صارت تعرفته، بس هي ما أعلنت. تزوجت ولو كل العالم تعرفه. نعم. جيبي ولد صغير بيقول لك نجوى تزوجت. تعرفي مين جوزها؟ لا بعرف. سمعنا بمهر $1,000,000 الله يهنيها. يعني الله المهم يهنيها. أنا طبعا بالعكس إنه توقعي زبط. نعم. طب نجوى ما أعلنت إنها تجوزت. ما أعلنت، ما هي حرة بتعلن ساعة اللي بدها، بس نعم. إنه أكيد تجوزت. هو الخبر الأكيد إن نجوى كرم تزوجت. نعم. نانسي عجرم ستطلق؟ نانسي عجرم إن شاء الله ما بتطلق وما بتشوفه لهاليوم إن شاء الله. لا. السؤال اللي بعده بيقول أي توقع ما زلتي مصرة عليه؟ سيف الإسلام القذافي سيلعب يوما ما دور سياسي في ليبيا. نعم. أو أبناء حسني مبارك سيحكمون من جديد؟ أنا ما بغير توقعاتي. يعني أيام ما كان الجرأة اللي أنا عندي ما حدا تجرأ من اللي بيتوقعوا قالوها. يعني أنا أيام ما كان سيف الإسلام يلي بحترمه وبحبه كتير
كان بالسجن وكانوا قايلين مؤبد وأنا أقول إنه سيف الإسلام براءة وبيخرج من السجن وبيعلن يوما ما ترشحه. هيدا قايلته من سنين عبر شاشة LBC تاريخ يشهد 2012. نعم. وصارت طلع وأعلن ترشحه. وأنا بقول إنه له دور كبير سيف الإسلام بقلب ليبيا، دور سياسي، ونعم ممكن يجي يوم إنه يحكم ليبيا. صحيح. طيب. ما بغير التوقع. ما بتغير التوقع. لا. أوكي. ست ليلى، إمتى خفتي أكثر؟ لما تم تهديدك من قبل الإخوان بمصر أو لما تم تهديدك من جماعة موالية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين؟ والله أنا ما بخاف إلا من رب العالمين. هاي أول شغلة صدقيني. نعم. أنا ما بخاف إلا من رب العالمين، واللي بده ينكتب لي أو اللي بدي شوفه رح شوفه. أنت خوفك وين كان أكبر، من الإخوان ولا من جماعة الرئيس الراحل صدام حسين؟ لا، من جماعة صدام حسين أكثر. لأنه بالطريقة اللي حكيوا فيها. نعم. لما قلت على CNN، طلعت عبر CNN، قلت إنه أنا شايفة ضربة من الأمريكان على العراق، شايفة الرئيس صدام حسين للأسف ما بقى حيكون موجود بقى. يعني ما قلت لا إعدام ولا قلت نعم. ماني شايفته موجود بقى. فحدا من جماعته أو قرايبينه طلع حكيوني عبر التليفون، من دري من وين جايبوا الرقم، وقالوا لي إنه نحن حنوصل. نحن حنوصل لك شو يعني؟ قتل يعني؟ نحن حنوصل لك إلا معنى مطاط، إنه ممنوع تجيبي سيرة رئيس صدام حسين، وأنت وين ما كنتي رح نوصل لك. أي معلومة عنك يا ست ليلى بتتمني تخفيها عن الجمهور؟ إنه عم بدي أعطيكي 2 options. أوكي. إنه ثروتك تفوق $20 مليون. يا رب. يا ريت. أو إنه عندك علاقات مع أخطر الشخصيات الأمنية والسياسية العربية. عندي علاقات؟ كيف يعني؟ يعني لا، يعني أنت بتحكي معهم، بتتواصلي معهم، معارف. هن بيتواصلوا معي مثلا. هن بس بدهم يكونوا عايزيني بيتصلوا فيي، وبتروحي دغري؟ بروح ياخذوا مني هن معلومة أو شيء، أو يسألوني. يعني نعم. بس أنا عمري ما دقيت باب حدا. انتبهي، أنا عمري ما دقيت باب حدا وقلت لهم إنه بدي. أكيد ما بقى أنا هعرف كل الناس، هن اللي بدقوا لي وبيستعينوا فيه. طبعا. نعم. ست ليلى، من هو الرئيس اللي فرحتي لما توقعتي له وجها لوجه؟ الرئيس الفرنسي جاك شيراك أو الرئيس التونسي زين العابدين بن علي؟ لا، لازم نقي واحد. لازم تنقي واحد. جاك شيراك. فرحتي لما توقعتي له؟ مع انه ما بعرف كلمه فرنسي. ما هيك قصدي. طب كيف وصلتي له التوقع؟ اللي حدي عم بترجم. كيف تقبل الموضوع؟ الغرب دخلك بعني لهم كلهم بيستعينوا. كلهم عندهم بامريكا، كلهم رئيس ريغان، فرانسوا ميتيران، كلهم كان عندهم حدا خاص. كلهم. انت لما رحت حتى بالعرب عندهم في رؤساء. نعم. عندهم حدا خاص بيستشيروه. انا بدي اقول لك شغله. خلينا نخفف. هي الاستشاره، الكونسلتنج او الاستشاره. نعم. هي مش انه بس عم بيسال يا ليلى شو قولك. في ناس يعني كمان مؤمنه وبتخاف الله. يا ليلى شو رايك هيك، شو رح يصير معنا كذا، خبرينا تشوف. كانه نحن عم نتسلى. وانا بخبرهم الخبريه وبياخذوها بعين الاعتبار. نعم. صار مش انه والله ناطرين ليلى لتتوقع وتتنبأ لنا. لا، ما نحن بنكون كثير قراب وكلوز واصحاب. وانا اذا رحت قعدت قدام رئيس ولا قعدت قدام شيخ او امير او اللي هو، انا انسانه يعني بصير لما بتقعدي مقابلهم احيانا بتاخدي اول دقيقتين وهره. نعم. بعدين خلص بتحسي الناس كلها طيبه، الناس كلها يعني ما في كبرياء، في حب، في سلام مع الناس. يعني هل لديك الجرأة انك تقولي اذا في رئيس عربي مره طلب ان تكوني مستشارته الشخصيه؟ كونسلتنت زي ما حكينا قبل شوي، مستشاره يستشيرك باموره. في عندي ثلاث رؤساء اوفيشلي. يعني انت 3 رؤساء. نعم. تم تعيين من الرؤساء الحاليين موجودين هلا على الساحه؟ موجودين. نعم. نعم. بس لو عرقبتي ما بقول. ولا بقول. غير السؤال ولا بقول. هيدا بينزل معي، هيدي اسرار ناس وبتنزل معي بالمقبره. نعم. هذا عمر طويل يا رب. اذا ليلى عبد اللطيف اللي استشفينا منها فيه خلال هذه المرحله هي مستشاره ل3 رؤساء عرب
مستشارة رسمية حاليا، يعني تم تعيينها أن تكون وسبع شركات بالعالم، وسبع شركات بالعالم. هدول ما بيهموني هدول لك عالمية. نشفت لك ريقك؟ والله نشفتي لي ريقي. شفت اللي مرق ايه؟ ولا إشي جنب اللي جاي. طيب يلا بخاطركم. القرارات الصعبة مع ليلى عبد اللطيف بعد الفاصل. رجعنا من بعد البريك، وهلا اللي ناطرك يا ليلى صعب كتير. رجعتوني بالقوة. صعب والله بالقوة. نحن هلا بالمرحلة الحمراء. شوفي تغيرت إضاءة الاستوديو، وهلا حان الوقت لتأخذي. هي منيلة ب60 نيلة. ما بدي أقول لك شو ضل شيء تخسريه. لتأخذي القرارات الصعبة. بما إنه شوفي قد إيه أنا لطيفة، بما إنه القرارات بهاي المرحلة صعبة، رح أعطيكي فرصة واحدة تقولي باس. تخيلي قد إيه حلو الشعور. كله باس. كله باس. تقولي لي باس مرة واحدة بس، ما بدي أجاوب. كله باس. كله باس. السؤال الأول بيقول: بين إنك تضلي عم تتوقعي وتشوفي لغيرك، وبين إنك تتوقعي لحالك وتعرفي كيف وإمتى رح تموتي، شو بتختاري؟ الموت ما بيعلمه إلا رب العالمين. الموت ما حدا بيعلمه إلا رب العالمين. طب انت توقعتي لكثير رؤساء. ايه بس ما قلت اليوم والساعة ما قلت اليوم والساعة. لا، ولا قلت قريبا. نعم. ما قلت شيء. نعم. أنا لما بدها تجي ساعتي بدها تجي إن شئنا أم أبينا. الأعمار بإيد الله حياتي. نعم. تختاري يعني إنك تضلك تتوقعي وتشوفي لغيرك. الأعمار لأنه بإيد ربنا. الأعمار بيد الله. طيب سؤالي بعده: من الفنانة اللي بتعتبرك مشعوذة ولا يمكن أن تتوقعي لها حتى وإن طلبت؟ سيرين عبد النور أو نجوى كرم؟ ما بتآمن. ما بعرفهم. نعم. ما بعرف. بعرفهم، بسلم عليهم، بس ما بعرف إذا هن بيحبوا ولا لا. عمرك توقعتي لسيرين عبد النور؟ لا لا لا. نيفر. لا ولا لا هي لا, طلبت؟ لا لا لا. نعم. أبدا. ما في إشي بينك لا وبين. لا لا لا. نعم. نجوى كرم؟ لا لا كمان لا. ولا إشي. مين برأيك ما بتآمن فيكي؟ نحن كلنا ما بنآمن إلا برب العالمين. لا، عم نحكي عنك أنت. أكيد كلنا بنآمن برب العالمين، بس ما بتآمن فيكي كحالة. ما بتصدقك. والله بدك تسأليهم، أنا ما بعرف. أنت حسب اللي بيحبني حسب اللي بيوصل. يا حبيبي ما بعرف. اللي بيحبني هو اللي بيتصل فيي. طب يتصلوا فيكي. واللي ما بيحبني عمره ما يحبني. ما في علاقة بينك وبينهم نهائيا. مع مين؟ مع نجوى ومع سيرين ولا إشي. نجوى رحت أنا ونيشان مرة الإعلامي، زرناها بالبيت. حبيبة قلبي نجوى، زرناها بالبيت وعملت لها سندويشات وقعدنا. نعم. بس ما طلبت لا توقعات. لا نعم. لا. طيب سؤالي بعده: من الإعلامي الذي ترفضين أن تطلي معه اليوم؟ مارسيل غانم أم طوني خليفة؟ رفض. يعني إذا طلبت أنا عملت مع طوني خليفة كذا حلقة. يعني إذا طلبني مارسيل بطلع معه. ليه لا؟ مارسيل إلي الشرف، بتمنى أطلع مع مارسيل غانم. في موقف صاير بينك وبين مارسيل غانم؟ بالعكس. بالعكس، مارسيل بحبني كثير. من كانت المرأة اللي حسيتي بضيافتها بقلة القيمة وأخذتي قرار ما رح ترجعي تشوفيها؟ أميرة عربية أو زوجة سياسي عربي؟ هي شخصية عربية خلينا نقول. نعم. وكانت عايشة في مصر من 20 سنة. من 20 سنة هذا الحكي؟ أو أكثر. نعم. أكثر من 20 سنة. أوكي. صاحبتي بتقول لي فلانة بدها تشوفي، قلت لها ما عندي مانع. رحت ورحت قعدت عندها، كانت بعدها نايمة، فقالوا لي موعدك واحدة وشوي. رحت لعندها، كانت عايشة في أوتيل. رحت لعندها وانطرت أنا انطرتها يعني لا إجت. قلت لها بليز ممكن إلي فترة ناطرة بدي أشرب مي. حكيت، قال جيبوا لها مي. فلما جابوا المي حطوها، وأنا يعني جاي لا أكل شيء ولا شربانة قهوة حتى. نعم. وقالوا لي إنه في مبلغ معين الست حتقدم لك إياه. بسطت أنا، أولادي كانوا صغار. نعم. شوي جابت ورقة وقلم وقالت لي شو بتشوفي لنا؟ أنا أعطيتها شغلتين هي صدموها. قلت لي إيه مزبوط، هدول ما حدا بيعرفون. جيت عم بشرب، رجعت كرعت مي. قلت لها ممكن قهوة؟ خلينا نخلص بالأول. هي قالت لي خلينا نخلص بالأول. شو عملتي؟ مسكت تليفون وقلت لها عن إذنك بس في دواء مع الشوفير تحت لازم أنا أجيبه وأخده. قالت لي ببعت حدا ليلى يجيب لك إياه.
قلت لها لا انا لازم انزل اجيب، لانه ما بيعرفوا وين صافي في الشوفير. نزلت حطيت حالي بالسياره وقلت له على الاوتيل وسكرت خطي. سكرتي خطي وخلصت هون؟ سكرت تليفوني لتاني يوم وسافرت. ثاني يوم بدي لي صاحبتي بتقلي ليلى كيف؟ قلت لها القصه كذا كذا كذا، انا عندي كرامتي اهم من فلوس الدنيا كلها. قالت لي ليش شو صار؟ قلت لها كذا كذا. ولو اخذتي ظرف المصاري؟ لا برافو. لا ولا برافو. تركته وما عم لك فليت. تعاملت معك بدونيه يعني؟ لا يعني عيب انه الواحد كلنا اولاد 9. انا هذا اللي بقوله، كلنا اولاد 9. عدم التقدير، ما كان في تقدير. يعني لا تاخذيني رؤساء بتفوتي لعندهم، ليلى شو بتحبي تتغدي، شو بتحبي تعشي، يعملوا لك شو بتحبي تاكلي، شو بتحبي قهوه كذا، عرفتي؟ يعني فاستغربت انه مين هي. ولما عرفت انك استأتي منها ما رجعت حكت اعتذرت وصلت اعتذار؟ رجع حدا حكاني من طرفها، ما قبلت الاعتذار، ما قبلت خلص. اليوم لو بتقول لك بدنا نصفي النوايا وتعالي عندي بتروحي؟ منا موجوده بقى، منا موجوده بقى، الله يرحمها. طيب السؤال اللي بعده، اي بلد بتخافي تتوقعي فيه؟ المملكه العربيه السعوديه ام الامارات العربيه المتحده؟ خاف شو؟ بتخافي تتوقعي فيه؟ لا بتوقع لهم دايما. اتوقع يعني بقلبه؟ لا اذا كنت جوا البلد بقلب البلد. لا انا توقعت لقناه الضفره. الاماراتيه قناه الضفره. نعم. بالسعوديه عمرك توقعتي؟ لا ما في، ما عندهم توقع، ما يعني عندهم تلفزيون القناه الضفره توقعت فيه لسه بعد ما صار بالسعوديه. طيب شو اصعب قرار اخذتيه بحياتك؟ مسامحتك لوالدتك اللي تخلت عنك وانت صغيره وتركتك بدار الايتام؟ لا ما بدي، خلص خلص آمن. ما ايه، لانه نحن ما اتفقنا هيك ابدا ولا شيء. خلص باس، قولي باس. لا خلص ما بدي. ديانا لو سمحتي عم تعملي فيي مقالب، انا مش حسامحك عليها. بس ليلى خلص قولي باس وما جاوبي. لا خلص عن جد اختمنا، وحاحكي على السوشيال ميديا عن الحلقه، حاحكي عنها هلا اليوم. طب ما بنسالك السؤال خلص اليوم، والله بدي انزعلكم الحلقه وراح احكي على السوشيال ميديا، ما بيهمني. خلص بنشيله. لا ما بقى بدي، خلص ما بقى بدي. قاعدين عم تتدخلوا بحياتي. لا اعملي معروف. هلا اليوم على السوشيال ميديا بدي انزل خلص، والله رح انزع كل شيء الحلقه. ما تحرقوها للحلقه، ما بدي اياها. احرقوها، اعملي معروف، احرقوها وما بدي شيء منكم. حبيبي هيدا السؤال ما بدك اياه بينشال. لا خلص يا ليلى، لا اعملي معروف. يا ليلى لا اعملي معروف. لا يعني خلص بينشال. ما بدي اقول باس، ما بدي، ممنوع السؤال. هو هذا السؤال ممنوع. رح نشيل السؤال. انا عم لك باحسن حالات انت بتقولي لها هيدا، بتقولي لها يا حبيبي لحظه احمد، لحظه حبيبي فينا لا شيء السؤالين حبيبي، السؤالين. انا بدي اقول لك شغله، ليش انتم عم تكبروها هالقد معي؟ يعني انا صريحه. لا انت اللي اعطيتيها الاسئله، هي ما دخلها، حرام. انا بالعكس انا كثير بحترمها وبقدرها، لانه انتم مثل ما عم تعطوها هي عم تقول. انت مصريه ولبنانيه، لو بدك تختاري جنسيه واحده اي جنسيه بتتخلي عنها، المصريه ام اللبنانيه؟ معك حق الباس، ما استعملتيه لسه. اكيد باس. اكيد باس. نعم. انت عربيه. لا صحيح انا جذوري مصري، ابوي مصري، امي لبنانيه، ستي سوريه الله يرحمها، اولادي سعوديين اللي بتشرف فيهم اثنيناتهم ان كان فهد او زينه. نعم. انا عربيه فعلا. نعم. ونحن كلنا عرب بالنهايه. نعم. وصلنا للسؤال الاخير وما بتقدري هلا تستعملي الباس. اي شخص برايك يستحق الاعدام؟ الرجل العربي الذي حرق القرآن الكريم بالسويد أم الجندي الإسرائيلي الذي اقتحم المسجد الأقصى وأطلق الرصاص على المصلين؟ الاثنين. نعم. وما بختار واحد، الاثنين. من الأسوأ بنظرك؟ الاثنين. برنامجنا اسمه القرار مزبوط وعليها أن تختار، ولكن أنا بتسمحوا لي معلش أنا بدي أضم صوتي لصوت الست ليلى عبد اللطيف وأقول الاثنين، وهذا السؤال لا يحتمل إلا هذا القرار. صحيح. أنا تشرفت فيك كثير ست ليلى، بس قبل
ما ننهي الحلقة. أول شيء، راضية عن القرارات اللي أخذتيها الليلة؟ والله في قرارات راضية عنها وقرارات أكيد لا. نعم. وما يعني ما بريد إني أفوت فيها. يعني صراحتك كانت معهودة، وانت ما اسأتي لاي حدا، العكس تماما. انت معروف انك محبه، كل الناس تحبك. الله يخليك. يعني اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. رح نختم الحلقه بفقره ثابته رح نكررها مع كل ضيوفنا. اسم هذا ترولي ديلاما، معضله الترولي. هي معضله فلسفيه اخلاقيه معروفه كتير، طورتها فيلسوفه بريطانيه سنه 1967، وعنوانها حتميه القرار او اللا قرار. جاهزه لتعيشي معي بهالمعضله؟ اكيد. إذا قلت لك ست ليلى في قطار سريع ماشي، نعم، وإنتي واقفة بمكان تقدري تغيري له مساره، إذا راح يمين بيقتل 5 أشخاص واقفين على السكة، وإذا راح شمال بيقتل شخص واحد فقط، وأنتي بيدك القرار، شو بتختاري؟ إذا راح شمال بيقتل إذا راح 5. يمين بيقتل 5، إذا راح شمال بيقتل شخص واحد، شو بتختاري؟ وأنا صاحبت القرار. أنت صاحبة القرار تغيير مسار. أنا بدي أغير له مسار لنفرض. بس ليه بدي أغير له مسار ليقتل شخص أو 5؟ ما هو ماشي. أنت مضطرة. ما هو ماشي دغري. أنت زي ما أنا ماشية دغري معك. ماشية دغري معي. أنت وجدتي نفسك في هذا الموقف أو في هذا الموقع، أنت قادرة أن تغيري مسار القطار. راح يمين قتل 5، راح شمال قتل شخص، شو بتختاري؟ بوقفه محله. ما فيكي. ما فيني. امشي معي بس، خلينا بدي أوصل أنا وياكي لنتيجة، لمطرح يستفيدوا منه المشاهدين. هلا أكيد منطق وبالعقل. شو يعني 1 غير 5 طبعا. أيوة، فأنت بتوديه وين؟ على اليسار، على الشمال. يقتل 1 مش 5، صح؟ هيك قلتي؟ حلو. إذا قلت لك إنه هالشخص اللي واقف لحاله على السكة هو والدتك، وهدولاك 5 ما بتعرفيهم، شو القرار اللي بتاخديه؟ والدتي؟ لا، يمكن نط أنا من القطار حتى لو ماشي سريع، بنط أنا لأحمي والدتي. يا ريت هذا الاحتمال موجود، ولكن مرات الحياة بتفرض علينا قرارات قاسية لا بنط من جدا. القطار وبحمي مش والدتي. موجود هذا القرار. بتحمي والدتك وبتغيري مسار القطار. بحمي والدتي. بتحمي والدتك. نعم. وبتقتلي 5. طيب إذا قلت لك إنه بين الأشخاص والدتك هون وبين الأشخاص ال5 الموجودين أولادك، الله يخلي لك إياهم ويطول عمرهم. ليش بدك تقتلي لي والدتي وولادي؟ بالعكس الله يحمي لك إياهم، بس هي معضلة يعني في من وراها رسالة. هلا رح أخبرك شو. والدتك على اليمين، أولادك على اليسار، مع ضمن ال5 أشخاص، وأنت بيدك القرار أن تغيري مسار القطار. تاخديه يمين عند والدتك ولا شمال عند لا ال5؟ باخده يمين ولا شمال، اللي الله بده يحطه. يعني يا بموت أنا وياهم يا بعيش أنا وياهم. يا نموت أنا وأنت حبيبي يا نعيش إحنا الاثنين. بس الله يخلي لك أولادك. ست تسلم. ليلى، تسلم. ست ليلى، شو القرار اللي بتاخديه؟ والدتك ولا أولادك؟ لا ما باخذ قرار. ما بتاخدي قرار؟ لا. هذا السؤال ما فيه قرار؟ لا ما بتركه لرب العالمين. ما بترك قرار. تعرفي شو معضلة الترولي؟ عشان هيك اسمها معضلة. هي ما لها حل. الهدف منها بأنه الحل الأخلاقي مش دائما هو الحل المثالي، والذي يعتقد أنه عم ياخذ القرار الصح والمثالي 100% أو 100% هو شخص واهم. الله يخلي لك والدتك. تسلم. وأولادك. ويطول عمرك حبيبتي. وأنا سعيدة جدا فيكي ست ليلى. الله يخليكي. وبدي أطلب منك قبل ما نختم حلقتنا، أعطيني قرار واحد أنت ناوية تاخديه بحياتك ولسه ما كشفتي عنه. قرار واحد ناوية تاخديه ولسه ما كشفتي عنه. ناوية أخده من أي ناحية؟ اللي بدك على أي صعيد بدك من الأصعدة، عملية، شخصية. ناوية أن أعمل كتاب بيتضمن كتير من الأسرار، وفيه كتير مفاجآت، فيه كتير توقعات من هون ل50 سنة. ل50 سنة؟ نعم. هيدا بينعمل وبيتنزل. هلا أنا عم بكتب توقعاتي، بلشت نزل على كتاب بالأمازون توقعاتي أنا. نعم. اللي هي عم تنزل على
المواقع التواصل. بس الله ياخذ امانتي، بقول لهم نزلوا الكتاب. بس الله ياخذ امانته، بنقول لهم نزلوا الكتاب. نعم. كتاب لليلى عبد اللطيف، توقعات من هون ل50 سنه. صحيح. اسرار لم تكشف بعد. هو 100%. القرار اللي اتخذته معنا اليوم ضمن برنامج القرار. شكرا لك ست ليلى. نعتذر اذا ضايقناكي في مطارح، ولكن يعني احنا بنتمنى لك يا رب عمر مديد. تسلمي. بنتمنى لك كل النجاح. شكرا لك. ولك كمان ان شاء الله. مشاهدينا، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم مع سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج القرار. مني أنا نادية الزعبي كل الحب، إلى اللقاء.